مدمج بقى في حجم ازازه الميه المعدنيه الصغيره. ثالثا ان الجهاز بقى بيستهلك كهرباء حوالي 10% من الاجهزه الثانيه اللي هي التقنيه القديمه. زائد ان احنا كمان اضفنا حاجات ما كانتش موجوده، ان احنا خليناه بقى جهاز ذكي ان هو نقدر نتحكم فيه عن طريق موبايل ابلكيشن. اول جهاز عباره عن خليه هيدروجين ذكيه تحافظ على العربيه بتاعتنا وتوفر في الوقود، صح كده؟ تمام. وليها فوائد كتير جدا. تمام. اشرح لنا بالراحه فوائدها. توفير الوقود ده اول حاجه. تاني حاجة على المدى المتوسط إن هو بيوفر في الصيانات، مصاريف الصيانة وقطع الغيار. المرحلة الثالثة اللي هي على المدى البعيد إن هو بيحافظ على المحرك نفسه، العمر الافتراضي بتاعه، صوته أهدى، صوته أنعم، بقى بيديله عزم وتسارع أكنك ركبت تيربو. عشان كده احنا مسمينه جرين تيربو، لأن هو أخضر بيحافظ على البيئة وبيقلل استهلاك الوقود، وفي نفس الوقت بيديك العزم والتسارع أكنك ركبت تيربو. يعني إيه بيقلل استهلاك الوقود؟ ما انا بدوس البنزين العربيه بتجري، بيعمل ايه يعني؟ تمام. غاز الهيدروجين ده غاز اشتعاله قوي جدا ونظيف جدا. فانا لما بدخله بنسبه بسيطه جدا للمحرك بيبتدي يخلي بدل ما يبقى فيه نسبه وقود غير مكتمل الاحتراق بنسبه 20 او 30%، لما بيخش معاه غاز الهيدروجين ده بيخلي الوقود يبقى مكتمل الاحتراق بنسبه 97% مثلا. فاستفيد انا كصاحب العربيه اللي دفعت فلوس البنزين. تمام. من كل فلوسي، بكل ذره بنزين تخش بقيت بتستفاد بيها. تمام. فتلاقي اللتر مثلا، لتر بنزين بدل ما كان بيديك 8 كيلو لا يديك 10، يديك 12 كيلو. فيبقى التوفير الكيلوهات اللي جات لك زياده دي قللت لك في استهلاك البنزين، فده يعمل لك التوفير. احنا الجهاز بيركب في اقل من ربع ساعه، بنختار مكان مناسب في العربيه. طبعا اقل من ربع ساعه؟ اقل من ربع ساعه. تمام. اي مكان حاجه مناسب. طبعا احنا عرفنا كل عربيه المكان المناسب فيها فين من خبرتنا في الجهاز. طب مركب كام عربيه لغايه دلوقتي؟ اكتر من 2000 عربيه ما شاء الله. كل الموديلات؟ كل الموديلات من احدث موديل سي سي واطي سي عالي، وكل الموديلات لحد حاجات الجامده قوي دي. اي عربيه. ماشي. بنركب الجهاز في مكان مناسب. الجهاز بكل بساطه بناخد اي وصله كهرباء من اي فيوز بيشتغل مع الدواره، وارضي من اي مكان في العربيه. طبعا انا عاوز اتكلم بس على فوائد الجهاز. احنا الجهاز دوت بيوفر معانا بشكل لحظي في استهلاك البنزين من 10 ل 40%. يعني انت لو بتفول كل مثلا 3 4 ايام لا هتبقى 5 ايام 6 ايام. ده بشكل لحظي. بشكل متوسط بقى انت هيوفر معاك في مصاريف السنه الدوريه كمان، زي عمر افتراضي للزيت، البوجيهات. ده المستوى المتوسط. المستوى البعيد بقى هيطول معاك العمر الافتراضي للموتور. كل ده يهدى. بالظبط. علبه البيئه دي في المستوى البعيد، علبه البيئه اللي بيسدها الكربون المترسب من الموتور. فاحنا بنقلل الانبعاث الكربوني بنسبه لحد 75%. فانا بطول عمر افتراضي علبه البيئه كمان. طب والميه بتحطها امتى؟ الميه بنحطها دلوقتي. وبحطها كل قد ايه؟ انت الميه ديت الازازه دي كلها بتكفيك لحد من 20000 ل 25000 كيلو.